السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. استكمالا لسلسلة حلويات رمضان الشرقية. إن شاء الله هنعمل مع بعضينا النهاردة بلح الشام، وكنا عملنا قبل كده صباع زينب. البلح الشام هش جدا ومقرمش من بره وهش جدا من جوه. مقادير سهلة والطريقة سهلة جدا، وفي تريكات لازم تاخدي بالك منها هقولها لك ان شاء الله اثناء الفيديو، فتابع الفيديو معايا للنهاية ان شاء الله هتستفيدي. اول حاجة كده انا هبتدي بالشربات او العسل بتاعي، لازم يكون تقيل. فانا في صينية كده او قالب بتاع الكيك انا بعمل فيه العسل، هنزل بكوباية ونص من المية، في المقابل هنزل بثلاث كوبايات من السكر، وارفعهم على النار يعني اعلى درجة. بمجرد بس الغليان، انا مش هلزه خالص، بمجرد الغليان انا هنزل بربع معلقة صغيرة، ربع معلقة، ما تكتريش اكتر من كده عشان ما يبقاش زاعق معاكي، ربع معلقة من ملح الليمون، وهسيبه يغلي حوالي دقيقة او دقيقتين، وبعدين هطفي عليه واسيبه يبرد. في طاسة كده انا هنزل بكوباية، والكوباية دي معيارية 250 ملي، كوباية بالظبط، وعليهم رشة ملح، ومعلقتين برضو المعلقة المعيارية معلقتين كبار من الزيت. تمام. وهرفعهم على النار على اعلى درجة لغاية ما يغلي معايا. وفي هذه الاثناء هنزل بسرعة نفس الكوباية برضو دقيق، كوباية ونص كده من الدقيق، وهقلب بسرعة بحيث ان انا الم كل العجينة مع بعضيها كده وتكون طرية معايا. وما تحاوليش انك انت مثلا حسيت ان هي ما اتلمتش قوي، ما تحاوليش ان انت تحطي لها اي ميه خارجيه بعد العمليه دي، هي هتتلم معاكي والمقادير مظبوطه وكل حاجه تمام، بس لميها كده مع بعضيها هتطلع معاكي عجينه طريه جدا وملساء. انا هخدمها كده على الرخامه بالشكل ده اهو، لغايه بس ما تبرد معايا، يعني حوالي دقيقه كده او دقيقتين كده. انا هلفها كده بالشكل ده. انا هستخدم في العجينه ديت والمقادير ديت 4 بيضات. الاربع بيضات انا هنزل ببيضه بيضه، انا ممكن طبعا كنت استخدم العجان، ولكن انا حبيت اسهل على ست البيت ان انت ممكن تخدميها او تعمليها بايديكي، مفيش ادنى مشكله. فتنزلي بالبيضه الاولى وتخدميها كويس جدا، وبعدين ما تنزليش بالبيضه التانية غير لما البيضه الاولى تتوه تماما. ثم البيضه التانية، ثم البيضة التالتة بعد ما تخدميها طبعا وتويها زي ما اتفقنا، وبعدين البيضة الأخيرة بتحط لها كيس من الفانيليا، وبعدين بتخدميها وتطلع معاكي العجينة طرية جدا جدا وملساء، وفي نفس الوقت بتكون بتلزق بالشكل ده، بتكون بتلزق. انا هدهن طبعا، هستخدم البلبله دي وكيس الحلواني القماش، ومحدش يضحك عليكي ويقول لك استخدمي الكيس البلاستيك، مش هينفع معاه بلح الشام خالص. انا بدهن الكيس القماش دوت بزيت بحيث ان هو يكون اسهل معايا في التقطيع. وطبعا الزيت بيكون بارد، بس انا مسرعه الفيديو فيبدو ان هو يعني سخن، ولكن هو بارد. وما تستعجليش على بلح الشام، بالذات بلح الشام ما تستعجليش عليه، سيبيله واديله فرصته ان هو يستوي براحته، علشان يكون هش من جوه ومقرمش من بره. لان انت لو عليتي النار وخد لون معاكي هيبقى طري من جوه وملزق، يعني مش مظبوط، يعني هيديك اللون من بره ذهبي ومن جوه هيكون ني وعجين. اكيد انتوا جربتوا كده وطلع معاكم بالشكل ده، لغايه ما يستوي معايا بالشكل ده. وهنزل بالعسل بيكون بارد زي ما اتفقنا، وهنزل بكل الكميه، ومش هنزل بالكميه التانية او الوش التاني اللي انا بقليه غير لما الوش ده يكون اتشرب تماما من العسل. يعني ما تستعجليش عليه برضو، سيبيه براحته خالص لغايه ما يتشرب. ودي طبعا حاجه تركه من تركات نجاحه. انا عملت الوش الاولاني كان صغير شويه، انا رجعت عملت الوش التاني اللي هي بقيه العجينه عملته كبير شويه، فحبيت بس انا اوريلكم الشكل وبرضو خدوا بالكم من ملحوظه، ان الزيت ما فرش معايا، يعني الزيت هنا مش فاير معايا ولا حاجه، لان الزيت هادي جدا جدا ودرجه الحراره منخفضه، فبالتالي هيديكي قرمشه من بره وطراوه من جوه. وزي ما انت شايفه كده بلح الشام شارب العسل للنهايه،
ومفرغ كمان من جوه. جربيه. لو قعد بره اسبوع صدقيني مش هيضطر خالص معاكي. بس انتبهي بس للمقادير والطريقه اللي انا قلتها لك دي بالظبط، والملاحظات دي مهمه جدا جدا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسليش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.